بالنسبه للرئيس مش ده منتخب برضه عادي، يعني الراجل زيه زينا، مفيش فرق. ولا تنسى أنه رئيس له شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. بناقص الشرعية الشعبية، معاك شريعة قرآنية ومعاك شرعية نبوية، محتاج الشرعية الشعبية ليه؟ ما يولع الشعب. ولو انتم مستغربين من موضوع شرعيته القرآنية والنبوية ده، في اللي أتقل من كده، في حاجات تانية عن الرئيس مرسي انتم ما تعرفوهاش. حفيد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واختطف من عهد الصحابة، اختطف. هو كان في أمن دولة أيام الصحابة؟ احتمال. انتوا عارفين التشبيهات دي مش المفروض تضايقكم، لأن في الآخر الكلام عن الصحابة والشريعة ونصر دينك مش المفروض تنسيك المؤامرة اللي بتتعمل على دينك في التحرير، زي بالظبط ما كانوا بيتأمروا على مصر من زمان.